السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم كيكة كتجي طالعة تبارك الله، مهوية خفيفة بواحد المكون اللي كيعطيها واحد الرطوبية، واحد الهشاشة، يا سلام. وغادي نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو 3 البيضات، غنزيد عليهم كاس ديال سنيده. اللي ما كيبغيش السكر بزاف يحاول ينقص واحد شويه، يدير كاس لاروب ديال الزيت النباتي. وغادي نزيد كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب والبيض راه حنا كنخرجوهم بواحد ساعه قبل من الثلاجه باش كطلع لنا الكيكه، ما نخدموش بهم وهما باردين. الا ما عندكش الحليب ديري كاس ديال الليمون، ديال عصير الليمون بحال. غادي نزيد واحد الكاس ديال الياغورت بالنكهه ديال فاني ولا النكهه ديال البنان ولا طبيعي، النكهه اللي حبيتو ديروها. غنزيد واحد شويه ديال الملحه باش كنصحوا الذوق، وواحد المعلقه صغيره ديال الطفاني. انا خدمت هذا النوع، الا ما عندكمش استعملوا غير الخنيشات العاديين، راه بحال ما كاين حتى شي فرق. انا خدمت هنايا الخلاط الكهربائي باش كيسهل عليا المأموريه. شتي هاد الكيكه راه بالزربه كتوجد في 5 دقائق، ما كتشد لا وقت لا حتى شي حاجه، اقتصاديه وكتجي طالعه تبارك الله تحمر لك الوجه. صافي من بعد ما دورت واحد 2 دورات، جبت البول هنايا، خويت فيه هذا الخليط، وغادي نزيد واحد 2 معالق كبار عامرين مزيان بمايزينا. مايزينا راه كتعطي واحد الرطوبيه للكيكه، كتخليها حتى لسيمانه كتبقى رطبه في الفم، ما كيوقع لها حتى شي حاجه، كتجي يا سلام. جربوها البنات وكتبوا لي في التعاليق. صافي كنخلط مزيان هذا الخليط، وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخل. انا خدمت هذا الخل اللي عندي في الدار، يمكن لكم تخدموا حتى الخل الابيض، راه بحال ما كاينش كاع شي فرق. وغادي نبدا نضيف الدقيق. انا ضفت الكاس الاول، الكاس الثاني، كنخلط مزيان. بالنسبه للدقيق راه هزات ليا 3، نتوما غديروا 2 كيسان ونص، وهذاك النص الاخراني بقى تضيفوه بشويه على حسب الحجم ديال البيض. وغادي نزيد 3 الخنيشات ديال الخميره د الحلويات. هاد الكيكه راه ساهله اقتصاديه، كتجي زوينه وكتحمر الوجه. وجدوها للكوتي ولا للضياف، كتجي يا سلام. صافي كنغربل مزيان هذيك الخميره د الحلوه، وكنخلط الخليط ديالي على هذا الشكل. القوام ديالو كيجي على هذا الشكل خفيف. بالنسبه للمول راني وجدته انا من قبل، كندهنو بالزبده وكندير ليه كنرشو بالدقيق وكندخلو للثلاجه. كتجيني الخدمه ساهله، ما كنجي فين نوجد الكيكه حتى كيكون عندي كلشي واجد، الفران شاعل بالزربه كتوجد. صافي كنخوي نصف الكميه والنصف الاخر كنخليه. غادي نزيد عليه الكاكاو بودر. بالنسبه للكاكاو استعملوا شي نوعيه اللي تكون مزيانه. انا استعملت هذا البني ماشي داك الكحل، هذا راه زوين. شريو شي كاكاو اللي زوين باش كيعطينا ريحه زوينه ومذاق زوين. وكنزيد واحد 3 المعالق ديال الحليب فوق منه باش ما تجينيش العجينه قاصحه. ضروري كنزيد دوك 3 المعالق باش كيجيني القوام ديال العجين خفيف، ما كيتقالش، كيجي بحال الاول. وكنخلط على هذا الشكل حتى كيندمجوا ليا هاد العناصر. شوف هاد اللوين ديال العجين كيجي زوين. الا كان الكاكاو زوين راه كيعطيكم لوين زوين ومذاق زوين. صافي غادي نزيد هذا الخليط فوق الخليط الاول على هذا الشكل. كيكه ساهله ولكن كتجي زوينه بزاف، كتجي غزاله، كتجي تبارك الله طالعه ما شاء الله. صافي كنجيب واحد العويد على هذا الشكل وكنحاول ندمج هذاك اللوان بجوج باش كيجيوني زبري هكا، كيجيو كيعطي واحد المنظر زوين بزاف. وغادي ندخلها للفران اللي راني شعلته من قبل على 180 درجه. كنخليها تقريبا واحد 45 دقيقه كتحمر، كطيب من التحت وكنشعلها تحمر من الفوق. شوفوا من بعد ما خرجتها تبارك الله راه طلعت ما شاء الله. شوفوا قداش راه كتجي كبيره تبارك الله، راه يعني الكاميرا ما عطيهاش الحجم ديالها الحقيقي، راه كتجي طالعه يا سلام. هنايا راني كنزوقها بواحد شويه ديال الشوكولات. ديروا شوكولا غيش، شي شوكولات اللي يكون مزيان 55 ولا اكثر. زدت عليه واحد شويه ديال الحليب وذوبته وكنزين به من الفوق. نتوما غتزينوا بداكشي اللي متوفر عندكم. صافي كنخوي فوق منه وغادي نزينها هكا بشويه ديال حبيبات الشوكولات ولا شوكولات كوكيز. التزيين كيبقى اختياري، داكشي اللي متوفر زينوا به. وغادي نزينو بشويه ديال حبيبات السكر. هاد الحبيبات تا هما راه كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، كتقولوا غير سكر حبيبات وراه كيعطيكم 5 دراهم، من 5 دراهم من الفوق. والتزيين كما قلت لكم كيبقى اختياري، غتزينوا باش ما عجبكم. الكيكه ديالي هي هذه، كتجي غزاله تبارك الله طالعه ما شاء الله. قطعت واحد الطريف ولكن ما تصورش ليا. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش اختكم من لايك، تعليق زوين،
بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. تنتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.